تمضي الحكومة في تكريس المقاربة التشاركية الموسعة في التعاطي مع الشغب في الملاعب الرياضية، الذي بات يكتسي طابع الظاهرة، إذ أضحت أعمال العنف المتبادل بين الجماهير وتخريب وإتلاف تجهيزات الملاعب والممتلكات العامة سمة شبه ملازمة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم. ويظهر أن الشغب في الملاعب الرياضية أصبح يثير قلقًا متزايدًا لدى السلطات المغربية، وهو ما يتجلى في إصدار الحكومة مرسومًا جديدًا يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك تفعيلًا لأحكام القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها المنع مع ولوج الملاعب الرياضية. وتسعى الحكومة، من خلال المرسوم الذي صادقت عليه في اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي. وتعكس مقتضيات المرسوم الجديد رغبة الحكومة في محاصرة الشغب بالملاعب الرياضية على المستوى المحلي، بعد أن انتقل من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى، إذ ستضم اللجنة المحلية الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.